من بعد 2010 لحد 2026 منتخب مصر لم يحصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية، وفي كذا سؤال كده بيدور في بالي محتاج أسألهم قبل ما نتكلم بقى وندخل في المواضيع التقيلة ونتعمق شوية. هو أنا إمتى أقدر أقول إن منتخب مصر يقدر ياخد النجمة التامنة؟ طب إمتى برضه أقول إن منتخب مصر مرشح إن هو ياخد البطولة التامنة ويقدر ينافس؟ طيب إمتى أقدر أقول إن منتخب مصر يقدر ينافس مستويات قوية ومنتخبات قوية زي المغرب، السنغال، نيجيريا، الجزائر؟ إمتى أقدر أقول كل ده؟ طيب في سؤال أهم برضه، ماذا قدم الاتحاد المصري والمسؤولين عن كرة القدم لمنتخب مصر والأندية المصرية؟ وهنا مربط الفرس، ماذا قدم الاتحاد المصري لكرة القدم؟ ومعروف إن أي مرحلة تطوير أو أنت محتاج تبدأ مرحلة تطوير وتبدأ صح، محتاج تبدأ طبعًا إنك تضبط البنية التحتية، الأسس بتاعتك. طيب مين هنا البنية التحتية بتاعتي؟ اتحاد الكورة. هل أنت شايف إن اتحاد الكورة المصري الحالي يقدر يقدم حاجة لمنتخب مصر أو الأندية المصرية؟ طيب هل الناس اللي موجودة دي الناس دي جديدة؟ لأ، من بعد 2010 هم الناس، هم نفس التفاصيل، هم نفس الأشخاص، ما فيش أي جديد. بالعكس تدهور الكرة المصرية كانت بدايته من اتحاد الكورة، إن أنت ما عندكش مسؤولين أقوياء أو عندك مسؤولين فاهمين يعني إيه كورة، ويقدر هنا يبني لك طبعًا منتخب، ويبني لك طبعًا ناشئين، ويقدر يبني لك طبعًا هنا أندية قوية، ويقدر ينظم لك طبعًا مسابقة تقدر تعتمد عليها إن أنت تنافس. فهل أنت شايف إن الأشخاص اللي موجودين دلوقتي داخل اتحاد الكورة أو اتحاد الكورة الموجود الحالي يقدر يقدم حاجة لمنتخب مصر؟ لا طبعًا. نفس الأشخاص دي موجودة من بعد 2010، هل قدموا حاجة؟ هل منتخب مصر في تقدم؟ بالعكس تدهور منتخب مصر أكتر وأكتر من بعد طبعًا 2010 وفي عهد طبعًا اتحاد الكرة الحالي اللي هم تقريبًا نفس الأشخاص ما اتغيروش من بعد 2010. فالبنية التحتية تتطلب طبعًا إيه؟ إنك تغيّر هنا اتحاد الكورة وتحط مسؤولين يكون عندهم فعلًا رؤية واضحة للمستقبل، يقدروا هنا يأسسوا طبعًا منتخب قوي ويقدر هنا ينافس ويقدر يدخل هنا أي بطولة تعتمد عليه. يبقى خلينا متفقين إن رقم 1 هو اتحاد الكورة، لأن اتحاد الكورة طبعًا بيكون واجهة لمنتخب مصر. فهل اتحاد الكورة زي ما قُلت لك قدّم حاجة؟ ما قدّمش. يبقى رقم 1 يتطلب تغيير اتحاد الكورة وإنك تحط مسؤولين قادرين إن هم ينهضوا طبعًا بمنتخب مصر. ورقم 2 قطاع الناشئين في مصر. هل قطاع الناشئين في مصر حاليًا تقدر تعتمد عليه؟ لأ. طب هل قطاع الناشئين اتحاد الكورة أو المسؤولين عن الكورة حاليًا اهتموا بقطاع الناشئين؟ لأ. يا راجل ده إحنا بنتعب عشان نلاقي ناشئ واحد سواء في الأهلي أو الزمالك، ما فيش. تبُص كده على الأهلي والزمالك اللي هم أقوى 2 يعتبر في مصر ومعاهم بيراميدز مؤخرًا، هل الناس دي عندهم قطاع ناشئين؟ هل منتخب مصر يقدر يعتمد على حد من دول؟ ما فيش قطاع ناشئين. يبقى أنت لازم هنا تضبّط قطاع الناشئين، أنت ما عندكش قطاع ناشئين، فتبدأ بقى تدوّر. عندك مواهب كتير أوي في مصر، فقطاع الناشئين اللي موجود حاليًا في مصر أو موجود هنا في معظم الأندية المصرية أو كل الأندية المصرية بصراحة، يلفت نظرك لحاجة وهي سياسة اختيار الناشئين أو سياسة اختيار الناس اللي تمثل قطاع الناشئين في الأندية. مصر مليانة مواهب، انزل على الصعيد هتلاقي بدل الموهبة مليون. الناس مظلومة، الناس محتاجة بس حد يبُص. فقطاع الناشئين حاليًا في مصر تقدر تعتمد عليه إن هو يقدر يمثّل منتخب مصر بعد كام سنة؟ لأ. يبقى لازم هنا تطوير قطاع الناشئين والاهتمام بقطاع الناشئين، وأنا من رأيي يكون تحت إشراف الدولة بإنشاء طبعًا أكاديميات تضم الناشئين أو المواهب المصرية، ويبدأ من بعدها اختيار بعض المواهب وتوزيعها على الأندية تحت إشراف الدولة. دي وجهة نظري عشان تقدر طبعًا تنهض بقطاع الناشئين، وسياسة الاختيار تكون طبعًا محترمة، وسياسة الاختيار تكون عادلة. ومعظمنا عارف إن اختيار الناشئين أو الناشئين حاليًا بيتم اختيارهم بمعايير طبعًا بعيد خالص عن كرة القدم. ده رقم 2. رقم 3 ما فيش نظر للخارج، المصريين اللي محترفين في الخارج، إحنا عندنا أكتر من محترف في الخارج يتعدى كمان العشرات المحترفين، ما فيش نظر عليهم. وليك مثال طبعًا في اتحاد الكرة المغربي أو الجامعة المغربية لمّا جات هنا تأسس طبعًا منتخب الناشئين عملت إيه؟ راحت لبرّه وبصت هنا على الناشئين بتوعها، معظمهم كان معاهم الجنسية المغربية ومعاهم كمان فرنسية أو أسبانية. منتخب المغرب أو هنا المسؤولين عن اتحاد الكرة المغربي راحوا قعدوا مع الناس دي وجابوهم. إحنا ليه ما نعملش كده؟ إحنا عندنا أكتر من موهبة برّه، عندنا عشرات المواهب برّه. نروح ونقعد معاهم ونجيبهم، ده طبعًا هيمثّل قوة لمنتخب مصر مستقبليًا. حاليًا معظم المنتخبات الإفريقية كلّها محترفين، إلا منتخب مصر ما عندكش غير 2 أو 3 مصطفى محمد، مرموش، صلاح، وال3 دلوقتي خلاص ما فيش، إلا هو شوية مرموش هو اللي بيقدر يسند معاك، محمد صلاح على وشك الاعتزال، مصطفى محمد ما بيشاركش. فأنت عندك محترفين، ما عندكش. وهي دي النقطة الرابعة اللي عايز أكلمك فيها، المحترفين الاهتمام باحتراف الناشئين. معظم المنتخبات كلّهم محترفين. سواء ناشئين أو كبار. منتخب مصر معدوم هنا، ما فيش. يا راجل ده عشان حمزة عبد الكريم يحترف في برشلونة بقى لنا 4 شهور في الحوار ده أو 3 شهور، ما فيش. لازم هنا الدولة أو لازم هنا اتحاد الكرة اللي هيكون مسؤول أو الأندية تسهّل عملية الاحتراف للناشئين. كل ما يكون عندك محترفين أقوى، كل ما هيكون عندك منتخب أقوى. كل ما هيكون عندك ميزة طبعًا تساوي المنتخبات القوية. مع كل الاحترام للمحليين، المحليين طبعًا بيلعبوا برجولة ولكن طبعًا المستويات تختلف. الlevel بيختلف،
لما تلعب في ليفل اعلى ده بيخلي اللعيب طبعا ينضج ويتطور اكتر. شويه تفاصيل هتخلي منتخب مصر في حته تانية وتقدر تقول ان هو ينافس. رقم 5 طبعا وهو دعم مدرب المنتخب الوطني سواء اجنبي او مصري. مش كل ما يخسر هنا ماتش نطلع ونقول احنا هنمشي ونبدا مرحله التطوير ونبدا نعمل ونبدا نسوي ونرجع لنقطه الصفر. هتجيب مدرب يبقى لازم يكون عندك ليه رؤيه واضحه، المدرب نفسه يكون ليه رؤيه واضحه للمنتخب، يكون عنده تفاصيل يقدر هنا يقول لك ان انا عندي مشروع اقدر اقدمه طبعا لمنتخب مصر. مش هنا اجيب مدرب ويلعب لي ماتشين ثلاثه او بطوله وبعد البطوله اروح ممشيه واجيب بقى مدرب تاني وثالث ورابع ونرجع بقى لنقطه الصفر. انت عندك حسام حسن، قدم الدعم لحسام حسن، اديه كل هنا المقومات، اقف معاه، قول له ايه مشروعك لمنتخب مصر بعد كاس العالم، هتقدر تقدم ايه لمنتخب مصر بعد كاس العالم، شوف الرؤيه بتاعته، شوف خطته ماشيه ازاي، ادعم. مش علشان خسر ماتش او اتنين نطلع بقى ونهاجم ونقطع ونسوي ونركن بقى المدرب ونجيب مدرب غيره وندخل بقى في نفس الدوامه، مفيش الكلام ده. المدرب اللي عنده خطه ورؤيه واضحه مقنعه طبعا لاتحاد الكوره ومقنعه طبعا للجماهير يكمل فيها ونديه سنه اتنين تلاته يقدر يبني عليها. مش مع اول ماتش والتاني ابعاد وندخل بقى في نفس الدوامه زي ما قلت لك. حاجه اخيره كمان وواضحه للكل وهي ابعاد طبعا الناس اللي عندها فهم كروي وابعاد الناس طبعا اللي عندها رؤيه واضحه زي خالد بيومي، استاذ خالد بيومي. ليه بعيد طبعا عن الحاجات دي؟ بعيد عن اتحاد الكوره، بعيد عن اي مسؤوليه تخص كره القدم في مصر. ناس فاهمه، ناس دارسه، ناس تقدر تاخد منتخب مصر والاتحاد الكوره في حته تانيه. دي حاجة واضحة للجميع، تحس كده إن هم لأ مضبطين دنيتهم على مجموعة معينة، والمجموعة دي بتتغير وهي بتيجي برضه نفس الأشخاص من بعد 2010 لحد 2026. شوية تفاصيل تاخد طبعًا منتخب مصر وتحط هنا منتخب مصر في حتة تانية، وتقدر بقى تضبط البنية التحتية بتاعتك لحد ما توصل طبعًا للليفل الحالي بتاع منتخب السنغال والمغرب والجزائر ونيجيريا، ليفل تقدر تنافس عليه. لكن لو فضلنا عايشين على الماضي منتخب مصر مش هيحقق حاجة، هنفضل برضه في نفس الدوامة وهتعدي بطولة والتانية وتالتة ورابعة وكل بطولة هندخل فيها مش هنحقق حاجة. البنية التحتية هي أساس النجاح وبعدها تقدر تشوف بعدها النتائج. فدي الخريطة اللي من وجهة نظر تقدر يمشي عليها هنا المنتخب المصري واتحاد الكرة المصري ويقدر منتخب مصر يحقق بعدها نتائج. غير كده فقول على منتخب مصر السلام.